وتعالي بقى يا ست الكل اقولك عملت التوست الجميل ده ازاي، بالهشاشة بقى والطراوة دي والاشكال الكيوت الحلوة الجميلة دي. هوريكي بقى عملته ازاي بالظبط، وتابعيني بس لنهاية الفيديو علشان تعرفي كل خطوة وكل تركاية اتعملت فيه. بصوا بقى جميل قوي، هش قوي يا جماعة وخفيف، حاجة كده لذيذة خالص خالص. عملناه بشكلين، عملناه بقالب التوست وكمان من غير قالب. واللي هو كمان مش قالب التوست اللي هو ابو غطا، لا، قالب التوست اللي هو بتاع الانجليش كيك. بصوا يا جماعه بجد رهيب، طعمه كمان كان خطير. هوريكي بقى تعملي الشكلين ازاي والالوان الجميله دي تنسقيها ازاي. وتعالوا بقى نبتدي في اول خطوه معايا، وهي كوبايه من الميه الدافيه. هضيف هنا عليها ملعقتين لبن بودر، والاضافه دي اختياري، يعني لو مش عايزه تضيفيها تمام، هو بس بتعلي القيمه الغذائيه بتاعتها. هضيف كمان كيس من الخميره الفوريه، وحوالي نص ملعقة صغيرة كده من الملح، ملعقتين من السكر كبار كده هرميين. وهنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه لغاية اما احس ان هو ابتدى يدوب معايا. طيب هعمل ايه بعد كده؟ هركن بقى الخليط بتاع الخميرة ده تتنشط كده براحتها حوالي 10 دقايق على جنب كده. بعد ال10 دقايق هنبتدي نشوف ايه تاني اللي احنا هنحطه. طيب دلوقتي كده خلاص غلفتها بستريتش وركنتها، وخلاص كده هسيبها تتفعل يا دوب 10 دقايق. ابتدأت عندي تعمل كده زي فقاقيع هواء، فخلاص انا كده اتأكدت ان الخميرة بتاعتي شغالة. فهبتدي اضيف باقي المقادير. بيضة واحدة وهنحطها يا جماعة بالصفار بتاعها، يعني صفار البيضة مع البياض بتاع البيض، وقلبتهم كده. ودلوقتي بقى هنشتغل في العجان. انا هنا استخدمت قد ايه بقى؟ استخدمت 5 اكواب من الدقيق. قد ايه بقى كراميل ال5 اكواب دولا يعني قولي مثلا كيلو الا شوية، يعني كيلو الا ربع، او ازود من نص كيلو بشوية. ممكن نحتسبهم 650 جرام او 700 جرام، مش اكتر من كده. وشغلت على طول بقى، حطيت السوايل اللي عندي وشغلت العجان، وحاولت ان انا اسرع بقى المرحله دي علشان ما اطولهاش عليكم. ممكن طبعا تعجني على ايديكي، بس اهم حاجه كل ما تخدمي العجينه كويس قوي، تعجنيها كويس قوي، تعمل معاكي العرق الشديد ده، كل ما هيطلع معاكي التوست هش وجميل قوي قوي ومورق. بصوا بقى، شايفين المطه؟ شايفين يا جماعه العرق اللي عملته؟ طبعا هنا العجان بصراحه سهل عليا الخطوه دي، ولكن مع العجان ما تقلش عن 10 دقايق، لو على ايديكي ما تقلش عن ربع ساعه عجن فيها. اخدت بقى العجينه بعد ما ضفت لها اخر حاجه ملعقتين من السمنه، ويدوب كده بس اتلفوا معاها واختلطوا معاها تمام. وبقت الدنيا زي الفل. هتحسيها الاول بقت طريه او متفروله لما تدخلي السمنه، لكن اعجني فيها هتلاقيها اتظبطت معاكي. هنا بقى انا قسمت الخليط بتاعي او العجينه بتاعتي التلت والتلتين. اخدت التلت اللي هو الصغير قسمته بالنص على 2. واحده بقى هحطها في بوله كده واسيبها زي ما هي. هدهن بس البوله كده بالزيت علشان ما تلزقش فيها، عشان العجينه يا جماعه لازم تبقى بتلزق حاجه خفيفه عشان يطلع معاكي المعجنات بتاعتك هشه وطريه. والتانية بقى هعمل ايه؟ مش هحطها في البول على طول، امال هتعملي ايه كراميلا؟ هديها كده قطره من اللون الجل الغذائي اللي هو مصرح بيه يا جماعه وكويس قوي وما تقلقوش منه. تمام، اديها يا دوب بس كده قطره او قطرتين بالكتير على حسب درجه اللون اللي انا عايزاه، اي لون انت حباه، مش شرط اللون البيبي بلو. بس كده بقى اعجنيها، لونيها كويس قوي، تلون معاكي تمام. ما تقلقيش، كل ما تعجني فيها كل ما هيبقى افضل اصلا. تمام، لغايه ما بقت معايا بقى باللون الجميل والخطير ده. انا غمقتها هنا شويه يا جماعه، كنت حابه ان لونها يبقى غامق. حطيتها خلاص في الطبق اللي انا يعني حضرته خلاص ودهنته بدهنه بسيطه من الزيت. وكده بقت عندي اول نوع التوست اللي هنعمله النهارده، اللي هو يا جماعه الازرق ده بالابيض. تمام. طيب دلوقتي بقى العجينه التانية هبتدي ان اقسمها على 3 قطع، بس هقسم ايه بقى؟ اصغر فاكبر شويه فاكبر خالص. يعني انا اخدت التلت كده قسمته على كورتين صغيرين، وكوره اكبر من كوره. تمام، ركزوا كده. والتلت التاني، التلتين التانيين دول هخليهم ابيض زي ما هم. تمام، بصوا اهو خلاص حطيته في البوله، دهنتها برضو زيت. يا جماعه الاكياس دي حلوه حلوه قوي، بنصح بجد كلكم تجيبوا منها، حاجه كده منجزه قوي وسريعه. اخدت بقى الكوره الاكبر من التلت اللي انا طلعته وقسمته. اخدت الكوره الاكبر وضفت عليها هنا ملعقتين صغيرين من الكاكاو الخام.
غير محلى، كاكاو خام. انا هنا استخدمت الكاكاو الاسباني، في منه يا جماعه نوعين، نوع غامق قوي ونوع فاتح شويه. لو اللي فاتح شويه فيبقى ملعقه واحده بس كفايه، لو قصدي الغامق فيبقى ملعقه واحده بس كفايه. طيب التانية بقى عايزه اديها لون اسود، فضفت ليها ملعقه صغيره من الكاكاو الخام وكمان قطره من اللون الاسود برضو الجل، وعجنت فيها كويس قوي لغايه ما وصلت معايا للون الاسود الفحمي بالشكل ده. لو عندك فحم نباتي هيوفر عليكي الخطوه دي، لان الفحم هيديكي اللون الاسود على طول. طيب كده بقت معانا اول عجينه، خلاص سيبناها على بال ما لوننا العجينه التانية هنشتغل فيها خلاص على طول. بصوا بقى يعني خمرت شويه، حوالي كده ربع ساعه لغايه بس ما لونت باقي العجين، ما تسيبهاش تخمر اكتر من كده. بنلفها كده بالشكل ده رول الاول لوحدها، وده يا جماعه بيديني التوريقه او بيديني الهشاشه نفسها بتاعه التوست في الاخر. لفتهم بالشكل ده ونيجي كده على طول بعكس اللي انا لفيته، وابتدي بقى ان انا افرد بالنشابه، واحاول بقى ايه افردهم نفس السمك. لو انت عايزه ان اللون يبقى خفيف او يدوب يعني خط خفيف كده مش زي ما شفتيه في بدايه الفيديو، يبقى تخلي العجينه الابيض اللي هي البيضه تبقى اكبر. تمام، بس كده وحطيتهم بقى على بعض، وحاولت ان انا اظبطهم كده مع بعض عشان يبقوا قد بعض بالظبط. وهبتدي ان انا الف رول، بس اهم حاجه يعني في اول اتنين كده اقفل جامد جامد عشان ما تطلعش معايا مفرغه من جوه وشكلها مش لذيذ. وبس كده نظبط بقى الرول بتاعنا، منخليش بقى فيه حته تخينه ورفيعه، نديله بس كده ايه يعني لفه كده بسيطه وخلاص. بصوا بقى الله شكله جميل يا جماعه من قبل ما يخمر ولا من قبل ما يدخل اصلا. طيب دي بقى انا هعملها في ايه؟ في علبه سمنه. علبه السمنه كل اللي انا عملته دهنتها بحبه من السمنه وبدرتها بشويه من الدقيق. تمام، وحطيتها بالشكل ده. طيب يا كراميلا ليه ما حطيتهاش واقفه؟ علشان الحركه دي في التسويه افضل، رغم ان الكميه قليله على برطمان السمنه، يعني مش هتملى معايا البرطمان بحيث انها تبقى دايره، بس ما كانتش مشكله بالنسبه لي قد ما انها لما بسويها هي ونايمه كده مش هي واقفه يعني، فبتبقى افضل في التسويه. ما بفضلش بقى ان انا اقلب في التوست كل شويه او لا، بسيبه زي ما هو. فتمام، لك مطلق الحرية بقى تعمليها ازاي. المهم بقى غطيتها كده وركنتها تخمر على بال ما اعمل اشكل التوست التاني. المرة التانية في الخمور بسيبها نص ساعة، يعني في الاول سبتها ربع ساعة وفي المرة التانية نص ساعة. وبرضو سبت الالوان دول اللي هما بتوع التوست التاني، سبتهم برضو حوالي ربع ساعة على بال ما لفيت الرول على طول رجعت لهم تاني. تمام، يبقى التخمير الاول ربع ساعة، التخمير التاني نص ساعة للاتنين يا جماعة، مش اكتر من كده. جبت بقى الالوان كلها اللي انا عملتها وقسمتها بالشكل ده، كل واحده فردتها على شكل دايره وقسمتها بالسكريبر زي ما انتوا شفتوا، وكل واحده تبقى على 12 كام 12، لان انا قالب الانجليش كيك اللي عندي جاي يعني ضيق كده شويه من تحت وواسع كده شويه من فوق. فبصوا دلوقتي هعمل ايه. اول حاجه هبتدي بيها هي اللون البني، لفيتهم بالشكل ده زي نظام كده اصابع، بس اهم حاجه اقيسهم بالظبط على مستوى القالب بتاعي اللي هو قالب التوست، وعلى اساسهم بقى هبتدي افرد. طبعا القطعه السوداء يا جماعه بتبقى اقل من القطعه البني، فانا هنا مش عايزه اقفلها خالص، لا انا عايزه جزء من القطعه البني يبان. بصوا زي ما احنا شايفين كده، يعني مش متقفله عليها خالص، وده هو المطلوب، متقفليش عليها خالص، افردي على قد ما هيبقوا بس يا دوب مغطيين الجوانب مثلا بتاعتها. بعد كده هاخد بقى الكرة البيضة، العجين الابيض العادي، وابتدي برضو افرد بالشكل ده. واهم حاجة اركز يا جماعة في طول الصبع اللي قدامي، وزي ما احنا شايفين كده دلوقتي احنا عملنا ايه؟ عملنا الاسود تحت البني، هنجيبها بالشكل ده بقى ونلف بقى ونغطي عليها بالابيض. شايفين سهلة بسيطة ما فيهاش اي حاجة صعبة. طب بس كده ايه يعني، اعملوا الكلام ده بقى بحب كده هتحسوا انكم ابدعتوا يا جماعة. بصوا شايفين بقى اهم حاجة نقفل قوي 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 بالشكل ده، عشان كده سيبنا العجينة البيضة اكبر، يعني اكبر كمية من العجين هي اللي عملناها الابيض. فبصوا يا جماعة انا هنا علشان القالب زي ما قلت لكم يعني ضيق بعدين واسع، فانا حطيت 3 بعدين 4 بعدين 5 فوق بعض عادي على طول،
وهسيبه بقى هنا يخمر عندي نص ساعة زي ما قلت لكم، او يعني لو هيبقى بكتير قوي ساعة الا ربع على حسب درجة حرارة المطبخ عندك او الغرفة. شايفين يا جماعة خمرت اهي بعد نص ساعة وحلوت وبقت لذيذة. انا مش عايزاها اكتر من كده، لو سبتها تخمر اكتر علشان تعبي معايا العلبة بتاعة السمنة هيبقى ريحة الخميرة بعدين واضحة في الاكل ومش هتبقى حلوة. فكده تمام قوي قوي قوي. هجيب بقى فويل بالشكل ده، يعني قطعتين كده حلوين طبقتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبتدي اغطي قالب السمنة بتاعي زي ما احنا شايفين. ما تقلقوش مش هتلزق فيه العجينة او اي حاجة، قفله بس كويس قوي. وبعد كده هجيب قالب فويل من القوالب الصغيرة اللي احنا نعمل فيها بشاميل مثلا صغير او رز بلبن او ام علي او وهبتدي ان انا اعملها بالشكل ده. انا هنا طبقت 2 على بعض عشان بس يبقوا مديني قوة شوية. وبصوا بس هي مش هتلزق عليها جامد، بس هو احنا بنحاول بس نحكم الغلق كويس. وعندي قالب توست هنا تاني او قالب انجليش كيك، فحطيته فيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، او صينية بس المهم تضمني ان هي ما تتحركش بحيث انها تفضل على نفس المستوى بتاعها. بعد بقى ما استوى التوست التاني على بال ما استوى وكده فكان ده خلاص خمر، فدخلته على طول. ودلوقتي بقى طلعتهم. طيب اسرار التسوية بقى ازاي يا كراميل؟ اول حاجة يا جماعة بنسخن الفرن على درجة حرارة من 200 من 160 ل 200. يعني لو فرنك كانت بطيئة قوي او مش سخن قوي يبقى معاكي 180 او 200، لكن في الطبيعي هو بيستوي على 160 على درجة حرارة 160 لمدة من 35 ل 45 دقيقة. يعني بعد ال 35 دقيقة بتفتحي كده عليه وبتشوفيه استوى ولا لسه. طيب لو لقيته من فوق ما اخدش لون هتشغلي الشوايه، لكن لو عندك مروحه زي اللي عندي دي هتطلع معاكي اللون متساوي حلو لانها بتوزع الحراره حلو قوي، فمش هتحتاجي تشغلي الشوايه عليها. وبصوا بقى يا جماعه الجمال، بعد ما بيطلع بقى من الفرن مش بندهن وشه اي حاجه. بعد ما بيطلع من الفرن بدي كده دهنه بسيطه قوي من السمنه على وشه بس بعد ما يطلع. طب لو مش متاح عندي سمنه زيت، لو مش متاح عندي زيت خلاص اديله رشه ميه بس كده بالبخاخه وغطيه بفوطه تكون يعني منديه كده من الميه، يعني ما تكونش مبلوله قوي. وسيبيه بقى في القالب بتاعه كده مده على الاقل ما تقلش عن ساعه، بعدين هتخرجيه بكل سهوله وهيبقى معاكي بالطراوه والجمال ده. عايز اقول لكم ان انا كمان يعني من بعد ساعتين بالظبط قطعته، فكان لسه يعني مش مش طري قوي، ولكن مع ذلك بصوا طراوته كانت ايه. بجد يا جماعه تحفه رهيب قوي، حاجه كده جميله. وتعالوا بقى نشوف لما نفرد عليه الساندوتشات هيبقى شكله عامل ازاي. اعمل لهم بقى ساندوتشات نوتيلا اللي هو السبريد يا جماعه البديل. اعمل لهم بقى ساندوتشات جبنه، ساندوتشات كمان زبده الفول السوداني مع العسل الابيض دي خطيره. بس يا جماعه كان طعمه خطير، ما يفرقش اي حاجه عن التوست بتاع بره. كل اللي فرق عنه ان هو يعني حاجه نظيفه، حاجه مضمونه، حاجه ما فيهاش ماده حافظه، حاجه كمان حلوه كده وعاملاها باشكال لطيفه لاولادك. بجد خطير خطير هيعجبكم قوي، جربوه مش هتندموا. بعجينه هشه وسهله قوي، ما فيهاش بقى مواد مكلفه جامد. يعني عايزه تستغني عن البيضه ممكن كمان تستغني عنها عادي مفيش مشاكل. دي بقى يا جماعه زبده الفول السوداني. لو عايزين طريقة زبدة الفول السوداني ممكن انزلها لكم، عايزين طريقة النوتيلا في البيت ممكن انزلها لكم. اكتبوا لي في الكومنتس عايزين ايه الفترة اللي جاية لوصفات المدارس، وانا هعمل لكم فيديو بالوصفات اللي انتوا عايزينها على طول. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.